عمل التست ثاني 3 2 1 اكشن. اهلا وسهلا، ومعانا مهند وعمر مره ثانيه. اهلا وسهلا، مرتين. مساء الخير، مساء الفل. مساء النور للجميع. السيت اب الجميل. متنا عشان بالله نعمله، الجو شو. متنا نص ساعه واحنا بنظبط الاوضاع يعني. النهارده بس توضيح كده سريع، عشان النهارده اول يوم كاس عالم. احنا طبعا هننزل فيديو كاس العالم تقريبا اول اسبوع، فيكون مثلا بعد 5 ماتشات ولا حاجه. صحيح. وبس احنا يعني التصوير لسه اول يوم، بس لما ينزل يمكن تاني اسبوع في كاس العالم. المهم يعني معانا مهند وعمر لتاني مره، فيديوهين على التوالي. اهلا صحيح. وسهلا. اهلا فيك حبيبي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هنتكلم عن ايه النهارده؟ انت لا عايز اللي انت عايزه. انت ليه عايز اللي انت عايزه؟ صح. موضوع الحلقه النهارده انت ليه عايز اللي انت عايزه. طبعا كل واحد عايز حاجه في حياته عايز يعملها طبعا. فنبدا اول حاجه انت عايز ايه، بعديها هنشوف انت ليه عايزه. تمام. تمام. نبدا. المره اللي فاتت بدانا بيك يا مهند، فالمره دي نبدا بعمر. صح. اتفضل. لا لا عشان الدوشه ولا احنا عموما على الشارع العام، بس صح. ان شاء الله المايكات نظيفه لدرجه ان هو ايه صوتنا بس اللي هيظهر. معقول؟ صوتهم مش هيظهر. مش هيظهر. لا لا مش هيظهر. انا مش عارف اسمع حالي منه. اوكي. ما هو ان شاء الله مش هيظهر. anyways ماشي، انت عايز ايه بقى في حياتك؟ شوف، هو الواحد لازم يكون عنده مخططات واهداف يحققها مستقبليا. فانت ما ينفعش تكون عايش زيك زي الحيوانات. مبدئيا في واحد اكل الرادار، شمط رادار رسمي معلم. anyways كمان مره حاجات الكواليس دي بقى هنشوفها، يعني هتشوفوا مع بعض كده. هنشوفوا. مش عارف هو باين في الكادر ولا لا. شارع السلطان قابوس. بالظبط. وفي ناس تتخالف طبعا، ناس سيئه جدا بتزيد سرعتها وما عندهاش اهداف في حياتها، فاند اب يعني بيتخالف. بالظبط. تمام. انت لازم تكون عايش عشان هدف. هل توافقني الراي اخ مهند؟ قطعا. قطعا. بينفعش تكون عايش بدون، يعني زي ما بقول لك انا عايش بس مش عايش. انا عايش ومش عايش ومش والله حتى لو غنيت مش للدرجه. هو مش هيفرقوا بيني وبين عمرو دياب. ايوه بالمره. I got it. فشوف، يعني الواحد لازم يكون عامل خطه مستقبليه، يعني لما لا يقل عن 10 من طب شوف 15 هلا سنة. خلينا من حكي مدير المدرسه اللي بيطلع بيحكي هذا الصبح انه انت لازم يكون عندك هدف وجدول. احنا بدي اسالك سؤال ثاني. تفضل. انت عايز ايه؟ ايش بدك بالحياه؟ شو هدفك؟ لما اقول لك ايش اول 5 اهداف في حياتك رتب لي هال5. شوف، سؤال جدا جميل صراحه، بحب اشكرك على السؤال بدايه. ولو حبيبي توصل. تمام. لقيت هدف اي شاب في مقتبل العمر ان يكون معه فلوس. هل قطعا. هل عندك شك في هذا لا، هدف الكلام؟ رقم 1 للاسف. يعني هذا حتى رقم في ناس واحد. يعني بيقدموها اشياء كثير صحيح. اهم يعني. بس فانت لازم يكون معك فلوس، وانت فلازم تخطط كيف هتجيب الفلوس هاي. تمام. النقطة الثانية انك تكون مستقر نفسيا، وهذا اشي مش سهل صراحة. جينا للصحه النفسيه. للصحة النفسية، يعني صراحة من واحد غير 3 بلدان في فترة قصيرة من حياته، وشاف اكثر من مجتمع واكثر من فئات سواء عمرية او شعوب. الاشي ابدا مش سهل انك تنتقل بينهم، بالذات يعني لما تكون ثقافات جدا مختلفة عن بعض، يعني من ثقافة عربية لثقافة أجنبية لثقافة ناس كبار، من طلاب مدارس لطلاب جامعات. فهذا الاشي لازم انت تتعلم كيف تتكيف معه وكيف تتعامل معه بشكل أفضل، لأنه هذا هيبني شخصيتك انت كنفسك في المستقبل. احنا بس بنتكلم على الاهداف، يعني التايم ليميت بتاعها ايه؟ احنا بنتكلم مثلا رينج مثلا 5 سنين ولا 10 سنين؟ 5 ل 10 سنين تقريبا. 5 ل 10 سنين. حلو. هذا الرينج. 5 ل 10 سنين حلو. يعني افهم منكم انه احنا اتفقنا انه الاهداف اللي الكل عارفها اللي هي فلوس، صحه، جسم سليم. هو ما كملش ال5 عموما. ودين. هو ما كملش 5 بس مبدئيا يعني واحد يكون ملتزم دينيا، رب راضي عنه، ويكون عنده صحه جيده، جسد سليم، فلوس، والحياه العاطفيه برضه يعني. خلنا في الحياه العاطفيه. اخوي احنا طلعنا من الصحه النفسيه دخلنا في الحياه العاطفيه. اخوي طيب ماشي، لما اقول لك بدك فلوس ليش بدك فلوس؟ عشان تصرف على زوجتك المستقبليه، عشان تكيف تروح هون نسافر. هلا والله شهر الحب شهر العسل بدون اي صح، بدون ما تكون منكد وانت طالع، فاهم؟ صح. يعني انت لما تشوف المنيو ما تطلعش على السعر. لما ابنك يقول لك بدي هالشغله من المنيو تقعد تكتئب، لا ليش؟ باذن الله ربنا بيرزقنا يعني. anyways اخذت كلمتي. هلا احنا عرفنا احنا عايزين ايه. طب ليه احنا عايزين هالاشياء؟ ايه بقى؟ ليه انت عايز اللي انت عايزه؟ ليه انت عايز اللي انت عايزه؟ شوف، يعني هو الواحد دائما بيتمنى يكون الشخصيه الافضل من نفسه، يطمح للاعلى دائما، لانه الانسان طماع، وهذه حقيقه. هل تخالفني هذه لا خالص، بالعكس. يعني انت كعمر لو شفت نفسك قبل سنتين كنت متوقع اللي انت فيه حاليا؟
لا بس هتكلم من الناحيه الدينيه اكتر. صح. يعني الحمد لله الواحد بدأ يلتزم دينيا اكتر الحمد لله. زمان ما كنتش متوقع ان انا هلتزم بالحته دي، والحمد لله ربنا رزقنا بعمره الحمد لله عقبال ما الحج. شاء الله. عقبال الحج. فالحمد لله يعني الواحد اهو بيحاول يتطور من نفسه. الحمد لله. برضو دراسيا، يعني زمان كان الموضوع بالنسبه لي جامعه وخلاص، يعني اي مجهود بره الجامعه ملوش لازمه. بس دلوقتي الحمد لله الواحد بيحاول يعمل كورسات شهادات وبتاع بره الجامعه، وبيعمل اكتيفيتيز ليها علاقه بالجامعه بس مش تبع اللي انا بدرسه قوي، كمبيوتر ساينس قوي يعني. اوكي على فكره اللي هي النشاطات اللامنهجيه جدا أيوة مهمه انا بوجهه نظري. بالظبط. وبتبني شخصيتك بشكل جدا قوي. وكوميونيكيشن سكيلز، بتعمل كونكشنز كمان. يس. يعني انا في كلابس يعني سواء كلابس اون كامبس او مش تبع سوسايتيز كمان ومجتمعات وبتاع. هذه حاجات صراحه فادتني كثير في الغربه. ده حقيقي. عرفتني على البلد، عرفتني على ناس كثير، صارت ناس تشوفها في الجامعه انت بالضبط. هي دي. ايوه واشبك مع بعض. اقسم بالله انه هذا شيء جدا جبار. انك تعمل علاقات. بكره حد بتلاقيه منزل بوست مش عارف وين بده هايرنج، اوف يلا هايرنج هاي اشتغلت. على فكره هيك الحياه. انا عموما من يعني لو هنيجي للجواب بتاع ليه انت عايز تعمل اللي انت عايزه، عندي ثقافه من زمان، يعني انا عايز ابقى اخلي اهلي فخورين بيا، ان اهلي تعبوا عقبال ما يعني ربوني وصرفوا عليا. فالصراحه مش عايز كل ده يبقى يروح هباء، يعني عايزهم كده يبقوا فخورين بيا، وابني مش عارف راح فين وابني عمل ايه وبتاع. منطقي. هو الاهل لما يصرفوا على ابنهم اول حاجه بيصرفوا من حبهم له، يعني اكيد بيصرفوا عليك لانهم بيحبوك، بس هم بيحبوا يشوفوا لانه لما تجني الثمار بتاعت تعبك هذا، بيحبوا يشوفوك كيف انت مبسوط في حياتك، كيف انت استثمرت الفلوس اللي ادوك اياها عشان تكون افضل، عشان تتغير، هيشوفوا فيك التغيير هذا. انت رأيك يعني هلا انت بتحكي انه انت عايز اللي انت عايزه تقريبا عشان اهلك، عشان معظم الحاجات يعني اكيد مش كلها، بس معظم الحاجات يعني دينيا اكيد عشان اخش الجنه وارضي ربنا وكده، بس الحاجات الدنيويه غالبا معظمها عشان ارضي اهلي. لفتتني كلمته بقول لك انه الانسان طماع، فعلا الانسان اناني. لو ترجع اي قرار انت بتشوفه بحياتك، حتى لو كان فيه مصلحه لك، حتى لو كان فيه مصلحه لغيرك، ممكن انت تكون عملته عشان ما تسال حالك انا ليش ما عملت هيك بعدين. فاغلب الاشياء اللي بتسويها حتى لو كانت خدمه للناس، انت برضو عشان تسكت الانا اللي جواك، ترضي فضولك. بالضبط، فضول نفسك. منطقي. هلا اغلب الاشياء اللي انت بدك اياها بحياتك لما تكبر وتصير انا بدي فلوس، انا بدي هاي من وين بتيجي؟ في ناس بقول لك انه هاي بتيجي من الطفوله، انه شخص مثلا في ناس انولدوا فقراء بعيله ما كانش عندهم فلوس كثير، فصار طموحه الاساسي وهدفه الاول انه انا بدي اشوف اللي ما شفته وانا صغير، بدي فلوس، بدي اجيب مصاري، بدي اصير غني، بدي اطلع ما اسالش عن المنيو مثلا لما اجي اطلب زي هيك. طب عندي مقاطعه بسيطه، هل ابن الغني بيطلع غني دائما؟ هلا يعني منطقيا بورث الفلوس وهاي، بس في منهم لا بورثوش اولادهم فلوسهم. بعيدا عن الورثه، هل اذا انت مثلا كان والدك زلمه بزنس مان معه فلوس، عرف كيف يجيب الفلوس، عرف كيف يدير الفلوس، هل بشكل ضروري تطلع انت مثله؟ السلام عليكم. صراحه انا مش عارف. Yeah, we are YouTube channel. Hoya, subscribe please. We want 1 subscribe and we will hit the 100. short podcast. السؤال اللي انا بحكي فيه، هل انت اذا انولدت في عائله غنيه، هل بالضروره انك تطلع انت غني؟ واذا طلعت انت غني، هل اولادك هيطلعوا عندهم التفكير المنطقي والتفكير الاستراتيجي اللي هي كيف تجيب الفلوس وكيف تدير الفلوس بشكل صحيح؟ انا برايي المفروض الابن يطلع غني، بس هل عنده عقليه الغناء؟ لا، ما بيعرفش الغناء اللي هي عقليه صرف الفلوس، لانه هو بيبقى مولود بمعلقه ذهب. بالضبط، زي ما بقول لك ما بتحس بالنعمه الا لما تفقدها، هو ما جرب يفقدها فبيعرفش قيمتها. يعني هو انولد في بقه معلقه ذهب زي ما بيحكوا اخواننا المصريين، فهو عايش انه في فلوس حواليه، عايش انه في الاشي متوفر، في عنده بيت، في عنده استقرار لحد معين، ما بدهاش من الصفر. هل عدم بدايتك للإشي من الصفر يعني انه فقدانك للاشياء، ولا هل يعني انك انت ممكن تكمل؟ برايك يعني برايي صراحه نسبه كبيره انه راح تكون، الا اذا ابوه رباه وعلمه، الا اذا ابوه ورجاه قيمه الفلوس، وورجاه مثلا انه في ناس ربنا مش رازقهم بالوقت الحالي مثلا، وبدك تحمد ربك على اللي انت فيه، ويمكن ما راح تحس بنعمه اللي انت فيه الا لما تفقده، فبلاش تفقده. يعني وجودك في عائله غنيه ممكن يسهل عليك حصولك على الفلوس. طبعا هاي بس انت هلا بنحكي على العقليه ولا الحصول على الفلوس؟ الحصول على الفلوس قطعا، يعني اذا كنت بعيله غنيه راح تطلع غني
او راح يكون عندك فلوس، بس هل راح يكون عندك العقليه الصح انه كيف تعرف كيف تتعامل مع الفلوس؟ هاي بشوفها على حسب تربيه الاب لابنه. منطق. نرجع على موضوع انه ليش انت عايز اللي انت عايزه. قلنا مثلا ممكن شخص يكون فقير وهو صغير، فعشان هيك صار طموح الاساسي يكون عنده فلوس. ممكن ناس ما كان عندهم حنان مثلا، بتلاقيه بكبر بدخل بعلاقات كثيره، بتعرف على ناس كثير، بصير يدور على حنان من ناس برا. زي ما بنشوف احيانا للاسف في بنات بتلاقيهم بيدوروا حنان من ناس كثير، ناس غلط، لانه ما لقوه في البيت. مش عذر، بس احنا بنعرف الجذور انه شو السبب، لانه ما لقوا حنان بالبيت مثلا. فانا بشوف انه اغلب الاشياء اللي انت بتكون عايزها بحياتك منبعها الاساسي الطفوله، او منبعها الاساسي البيت. خلينا نقول التربيه، شكل التربيه عامل ازاي، شكل تربيه الاباء للابناء. هو يعني السؤال، هل انت مع التربيه الحديثه؟ الصراحه انا مش عارف ليش سالت انت هالسؤال يعني. مش عارف شو بدك فيه يعني. الحديث موضوع مختلف تماما. لا وغير كده يعني انت مخلف يعني عشان لا صراحه، بس يعني بشكل عام يعني هل ايجابياتها اكثر من سلبياتها ولا سلبياتها؟ انا صراحه بشوف انه انا بس يصير عندي اولاد مستقبلا باذن الله وربيهم، حتكون التربيه اللي بيسموها حتكون التربيه اللي مسمينها تربيه حديثه حاليا حتصير قديمه على زمان. كل فتره بيصير في عندك تربيه قديمه وتربيه حديثه. الصحه النفسيه بقت اوفر دلوقتي، بقى كل واحد مش عارف زعلان له شويه، بقى عنده HCB و XYZ و PDF شو يسموه ملف. هسه صراحه هي الامراض النفسيه موجوده. انا بوجهه نظري صراحه، انا ناشئ في عائله والدتي يعني مختصه في الامراض النفسيه، يعني عندها شوت اوت لخالته. شوت اوت لخالته بالضبط، مع شو ماجستير الصحه النفسيه والمجتمعيه، ماستر. ماستر. فنشأت في البيئه انه صراحه الامراض النفسيه موجوده. الامراض النفسيه مش كذب، مش عيب تروح تزور دكتور نفسي، مش غلط اذا انت حاسس انه نفسيتك تعبانه انك تشوف مختص، انه ممكن يكون لها علاج معين. كلنا بنمر بضغوطات، انك تمر بضغوطات مش بشكل دائم انه معناه انك انت صرت مريض نفسي، وانك وجودك كمريض نفسي مش معناه انه هذا شيء عيب او نوت سوشيال اكسبتد. هلا انا بشوف انه زي ما انت حكيت هي موجوده وشغله قديمه، بس الغلط اللي انا شايفه اخر فتره منتشر انه انتشرت الاسماء. يعني اي ولد صغير بيشوفوه حرك، كلنا كنا حركين. يعني انا بعرف ابن خالتي نط 4 مرات كسر الحاله يعني عادي. ADHD لو زمان كان عادي الولد حرك ما شاء الله عليه، شيطان هذا عنده طاقه. هسه ADHD اي شيء بسموه ADHD PDF، بروح يسمي حالك اللي بدك اياه. ديبريشن 13000 نوع ديبريشن يعني. خلينا نتفق مش انها مش موجوده، بالعكس في ناس تكتب والله يكون بعونها. وعلى فكره هذا الاشي اثر على الناس اللي جد مريضه نفسيا. بالضبط، ما هي دي، هو في الامراض النفسيه فعلا موجوده بالضبط، بس الافوره بقى في الاسماء وكده هي اللي صار لما واحد يكون عنده الشغله جد، صار الناس تطلع عليه بنظره انه انت من الناس اللي بيسموا حالهم باي شيء. طب تعرف الOCD؟ لا. انه مثلا انك تحب تشوف حاجات مصفطه، اذا شفت مثلا شيء لونه ازرق وفي في النص شيء برتقالي ما تقدرش، لازم تغيره. هل تعتبره مرض نفسي؟ هو في ناس عندهم اياه بشكل مفرط، بس انا اغلب الناس اللي حكوا لي انا عندي اياه ولا سائل. يعني بتيجي حاله بصير بدي ارتب. طب كلنا بنصير نرتب في حاله معينه. يعني مثلا رايح سوبر ماركت لقيت مثلا على الرف منتج معين بدون ذكر الاسماء عشان الاعلانات، مثلا كله نفس اللون، مليون منتج ماشي، ولقيت مثلا واحد ماسك شغله وحطها في اللون الغلط، ممكن ازيحها وانا ما عنديش OCD. يا ما عملتها صح، وبنفس الوقت يا ما كركبت الدنيا بغرفتي وتركتها مكركبه يومين بعدين عدلتها، فعادي يعني. صح، في ناس جد عندهم اياه. راجع طبيب نفسي. انا ابشر راجع طبيب نفسي. بس فعلا لا، لو مثلا هنديكوا اللي هو تجاوب على السؤال في كلمه واحده، جمله واحده، انت ليه عايز تعمل اللي انت عايزه؟ جمله واحده. عشان احقق الصوره اللي انا راسمها لحالي مستقبلا. اغلبنا عايز يكون بطل الساحه يعني، ولا بطل الفيلم، ولا ده تاثيره طبعا سوشيال ميديا، واتكلمنا عن كده كتير للاسف. احنا نص القناه تقريبا اتكلمنا فيها عن السوشيال ميديا. دي حاجه ايه، التعفن الدماغي. دماغ فسيخه، سافر عايش ثاني لا، ومخ رنجه ولا مخ مخلل. في جمله واحده قول لي. جمله واحده، انا ليه عايز اعمل اللي انا عايزه؟ عشان ارضي ربي وارضي نفسي وارضي اهلي. يعني ما اختلفناش كتير، آراءنا تقريبا واحدة. مبدئيا شغلة الناس بتحكيها، بقول لك انه اللي انت عايزه مش منبعه الطفولة او مش منبعه انت كيف تربيت. في ناس تقول لك انه هي عبارة عن فطرة انسانية. بحسها ان انت بتدور على اختلاف بس، يعني شوف انت معاك شيء وانت لما تكبر عايز تعمله. ممكن، بس بنفس الوقت انا بشوف انه فكرة
انه الناس عايزه اللي هي عايزاه فقط بسبب انها فطره انسانيه، بشوفه مش منطقي. ليش؟ لانه في كثير ناس تختلف الاشياء اللي بدهم اياها. في ناس بصير هدفه الاول اللي بده يحققه الاسمى الفلوس، في ناس هدفها الاسمى، في ناس قتله بتطلع. هذا بثبت انه الاساس برجع بالطفوله، ووقتها بنيجي نحكي عن الفطره. اوكي، انا بحس انه مهما اختلفت السبل هيكون النهايه واحده، يعني الكل بصب في نفس الشيء. مش عارف ليش هيك بتوقع، او الاغلب يعني. فاهم قصدي؟ يعني الهدف اللي هو عمرك سمعت حاجه اسمها الحلم الامريكي؟ ان يكون عندك بيت وزوجه وكلب ابيض وابن. فاهم كيف؟ فالكل يطمح للحلم الوهمي هذا، انك تكون مستقر مثلا في بيت كبير وقدامك بوند وبتصيد سمك يوم الاحد. فاهم كيف؟ هو هذا الفكره تبعت الحلم الامريكي، او يعني الصوره النمطيه اللي احنا ماخذينها هاي. طبعا منبعها الاساسي سوشيال ميديا وافلام واشياء زي هيك. وكمان هاي الشغله ليش سيئه؟ لانه صارت تحسس الشخص اذا انت ما عشت هذا الحلم الامريكي انت مش انت واصل سيء. انت سيء، انت لسه مش واصل. صح. فبخليك تجدد ذاتك. صح. بشكل عام، هل انت مع بدايه كل سنه تحط اهدافك، ولا هل هذه فكره سيئه؟ بالعكس، اشي رائع جدا. كل سنه حط اهداف، كل شهر حط اهداف، كل 3 ايام حط اهداف. عادي، حط اهداف وحققها. بعدين الاهداف ما راح تخلص، مش لما توصل لهدف راح تخلص. هاي الناس اللي طلعوا ايفرست لما خلصوا وصار عندهم هدف ثاني، هم كيف ينزلوا؟ مش طلعوا القمه وقالوا خلص سكرنا اللعبه يلا. انا عندي موضوع يعني مداخله على الموضوع ده، انه انا دي حاجه بتفيدني شخصيا. لو عندي هدف، يعني زي خلاص هدف كبير في الاخر، بقسم الطريق لاهداف صغيره، بيخليني اركز اكتر واوصل اسرع، بدل ما حاطط الهدف الكبير على طول في دماغي. صح. وهذا الاشي المفروض يساعدك بالاستمراريه. صح بالضبط. يعني انت مثلا قول ان انت عايز تطلع الشهاده دي هتخلص في 9 شهور، فانت كل شهر خلص حته وخلاص. ده الهدف بتاعك، ركز فيه دلوقتي، مالكش دعوه بالشهاده الكبيره. زي برضو الجامعه انت مثلا 3-4 سنين، خلص كل سنه بسنتها، مالكش دعوه بالسنه حتى الاخيره. كل فصل بفصله. بالضبط، ده بيساعد اكتر يعني. بالضبط. انا بوافق الراي. بما انه وصلنا هذا التوبيك، بحب احكي عن موضوع التايم مانجمنت. التايم مانجمنت موضوع جدا مهم في الحياه الجامعيه، وواجهت فيه صعوبه بدايه فتره الجامعيه صراحه. شو رايكم عن موضوع التايم مانجمنت؟ لازم تنظم وقتك يعني، بس هذا الحكي يعني بحسه ممل. كلنا عارفين، بس متى جد حنصير ننظم؟ يعني هسه مثلا انا عندي الايميل تبعي نفسي ارتبه، صار لي 2 سنين قسما بالله. في كميه سبام وكميه حاجات نفسي ارتبها، مش عارف متى احط له وقت اني والله اكون فاضي بس احذف الايميلات اللي بديش اياها، ويكون ايميلي جد فاضي وفي مرتب. يعني فاهم كيف؟ الحاجات الستار، الحاجات اللي مش عارف ايه، ايش اهبل. بس انا مش يعني من زمان بدي اعمله، جد صار لي 2 سنين بدي اعمله، ولحتى الان ما سبتلوش وقت في جدول اني اعمله مثلا. بقول لك يعني اصلا مش لازم تعمل جدول تاريخي مبجل عشان تشتغل عليه. اهم شيء بس ترتب الاساسيات. يعني عندك 5 6 7 اشياء اساسيه مهمه لازم تخلصها، رتبها من 1 ل 7 ابتداء بالاكثر اهميه عشان تبلش تنجزهم. واهم حاجه ابدا، يعني مهما كان ما تاجلش، ابدا بس. There is no tomorrow. طيب شوف، هو انا بوافقك الراي من 1 ل 7 ورتب الاهم، لكن قبل ما ترتبهم من الاهم للمش مهم، رتبهم ل4 اقسام: مهم وعاجل، مهم وغير عاجل، غير مهم وعاجل، غير مهم وغير عاجل. شوي طيب بداية، مهم وعاجل نفذ. يعني هدف مهم وعاجل لازم تعمله as soon as possible. عليك امتحان بكرة بدك تدرس، هذا مهم وعاجل. مهم وغير عاجل أجل. يعني مثلا بدي أحجز سفرتي آخر السنة، بدي أسوي إشي مهم بس مش عاجل، حط له وقت في جدولك. غير مهم وعاجل، بدي أرد على صاحبي في المسج، أعرف تحكم فيها. هذا إشي مش مهم، لقيت أنت عندك دراسة أو عندك حاجات بدك تسويها، فأنت بدك تعرف تتحكم فيه. وغير مهم وغير عاجل اهمله لحد ما تخلص الأول. أي نعم. هذه صراحة استراتيجية رائعة، اسمها استراتيجية ايزنهاور، جدا فادتني في وقت دراستي. جدعان انا موضوع المايكات مش انسيابي زي كل ما فيديو. زنخ. حاسس الموضوع يمكن عشان القعده ولا حاجه. المهم يعني ترى يعني انا حتى يدوب سامع عمر بالحقيقه يعني. ما بالضبط، فعشان كده ايه، سامحونا على الموضوع. السموح الغليل. السموح اقول ليش. والى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. نعتذر على المايكات، بس احنا بجد قعدنا
بالعافية. شويه حلوين عشان نعمل سيت اب. والله حر شوب قسما بالله. اجواء اوروبيه يعني كمان تحملونا. بالظبط. فده فيديو سريع هادف، نعمل لايف ابديت برضو سريع تاني ونقول ان كاس العالم بدأ يا جدعان، وهويا برضو والساعة 3 الفجر ولا الساعة 2. لا الوقت ولا القعدة كانت مناسبة، بس موضوع كويس يعني. دمتم في رعاية الرحمن وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وكثر الله من وبركاته. أمثالكم. ايش تحكي؟ كثر الله من امثالكم. كثر الله من هذه بتاعت مين من امثالكم واسعدكم وخيركم وخير اموركم. إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام هذه الحلقة. كنا معكم أنا عمر ومهند، ودمتم في رعاية الله. هو السلام عليكم.